هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. كلنا عندنا مشكلة في تنظيم الوقت. بنبقى عايزين نعمل حاجات كتيرة قوي في يومنا، بس نقول للأسف احنا ما عندناش وقت. بالرغم ان دي لعبة احنا بنلعبها على نفسنا. احنا اللي عندنا وقت، بس احنا اللي مش بنعرف ازاي نحط الحاجات اللي احنا عايزينها في الوقت المحدد ليها. طيب تعالوا نعرف الأول ايه سبب اصلا بيخليني مش عارف انظم وقت. اول حاجة وهي العادات والروتين بتاعنا. يعني انت تبقى متعود ان انت تصحى كل يوم بروتين معين. تصحى مثلا الصبح مستعجل، تخلص بسرعة وتلبس وتنزل تروح شغلك أو تروح جامعتك أو تروح مدرستك أو تروح أيا كان المشوار اللي عندك، وتخلص وتقوم راجع. لا، أنا عايز أريح شوية، فتريح لك شوية وتلاقي اليوم خلص على كده. طب ما أنت مفروض أصلا تبدأ بتغيير الروتين اليومي بتاعك. لازم تغير العادات اليومية اللي أنت متعود عليها علشان تعرف إزاي تنظم وقتك. تاني حاجة وهي ان احنا لما بنيجي نبدأ في حاجة جديدة ونيجي في النص نلاقينا ما عندناش وقت نكملها، فنبدأ نحس بالذنب ونبدأ نحس بالفشل ان احنا معرفناش نكملها. نلاقي نفسنا بنتجنب ندخل اي حاجة تانية جديدة عشان ما نحسش نفس الاحساس ده تاني. تالت حاجة وهي ان انا لما باجي احط لنفسي اهداف، بحطها بتوقعات عالية قوي في وقت قصير جدا، فبالتالي ما بتتحققش وبالتالي بصاب باحباط كبير جدا وما بقاش عايزه احط لي اي اهداف تانية. رابع حاجه وهي ان مخنا بيبدا يلعب لعبه. اول ما انت تبدا عايز تحقق حاجه، يقولك هو انت ليه اصلا هتوجع دماغك بكل ده؟ ليه هتقعد تنظم وقتك وتقعد تفكر انت هتعمل ايه وما تعملش ايه؟ طب ما انت ممكن تستفاد بالوقت ده ان انت تريح. فساعتها انت تفكر هو انا ليه ابدا في الحاجه دي، ما اخليها لبكره، وتفضل تاجلها وتلاقي ان انت في الاخر ما حققتش اي حاجه. طيب دلوقتي انا عايزه اعرف لو انا نظمت وقتي ايه اللي هيحصل. يعني مفاجاه بقى ان انت هتلاقي وقت لنفسك اكتر للراحه واكتر للترفيه، للحاجات اللي انت عايز ترفه بيها عن نفسك، وفي نفس الوقت هتعرف تخلص كل الحاجات اللي انت ملزم ان انت تخلص. تاني حاجه وهي ان انت هتتفاجئ وتلاقي ان نسبه القلق والتوتر قلت جدا، لان بطبيعتك لو انت عندك كل حاجه مش منظمه ومش عارف تخلص ايه ولا ايه ومفيش اي وقت، هتلاقي ان انت متوتر جدا وغضبان جدا وعندك قلق كبير جدا. تالت حاجة وهي ان انت هيكون جواك نوع من انواع الاستقرار، لان انت هتكون محدد كل حاجة انا همشي عليها ازاي وايه الخطوات اللي همشي عليها، وبالتالي مش هتكون تايه ومش عارف تعمل اي حاجة خالص. رابع حاجة ودي بالنسبة لي الاهم، لان انت هتبقى عارف تعمل توازن في كل نواحي حياتك. هتعمل توازن في علاقتك بأهلك، هتعمل توازن في شغلك، هتعمل توازن في شخصيتك، حتى هتعمل توازن في علاقتك بربنا، وهتعمل توازن في الوقت الراحة والوقت اللي انت عايز ترفه فيه عن نفسك. ده هيخليك تحس ان انت اهدى واحسن ومرتاح نفسيا. انا دلوقتي عرفت ايه الحاجات اللي بتخليني مش عارف انظم وقتي، وعرفت ايه اللي هيحصل لو انا نظمت وقتي. تعالوا نعرف احنا هننظمه ازاي. اول حاجة وهي ان انا ابدأ بالحاجات الصغيرة في يومي. يعني انا عارف ان في حاجات مش هتاخد وقت كبير في يومي، ابدأ بيها واخلصها علشان اخلص منها. والحاجات الكبيرة اقسمها لحاجات صغيرة، وابدأ بكل جزء صغير لوحده على حدة، علشان ما احسش ان العبء كبير عليا. تاني حاجة وهي ان انت لازم تحط جدول ليومك او اسبوعك، وتحدد فيه كل حاجة عايز تعملها، وتحدد كل حاجة فيهم ممكن تاخد وقت قد ايه، وتشوف على نهاية كل اسبوع او على نهاية كل جدول انت عامله انت حققت اللي انت كنت عايز تعمله ولا لا. ولو ما حققتش حاجات، اعرف ايه اللي خلاك ان انت تأثر فيها، عشان الاسبوع اللي بعده تاخد بالك من النقطة اللي خلتك تأثر في الحاجات دي. تالت حاجة وهي ان انت لما تيجي تحدد الاهداف او الحاجات اللي انت عايز تنجزها في اسبوعك، خد بالك ان انت تحط يوم واحد في الاسبوع ترفه فيه عن نفسك. يوم واحد تعمل كل اللي انت عايزه فيه، حتى لو كان اليوم ده انت مش هتعمل فيه اي حاجة خالص، انت مجرد هتقعد تريح فيه، بس على الاقل يكون في يوم ليك انت وبس. رابع حاجة ودي مهمة جدا لان هي الاساس في كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها عشان ننظم وقتنا، ان احنا ناخد كفايتنا من النوم. يعني على الاقل ننام من 6 ل 8 ساعات، لان ممكن اكون منظمة وقتي تمام بس انا بصحى مش قادرة، مفيش فيا طاقة ان انا اعمل اي حاجة. فناخد بالنا من النوم لان هو عامل مهم جدا في طريقة تركيزنا وفي طريقة تعاملنا في يومنا. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.